Morocco national team. أجواء جمهورنا الكريم مشاهدينا عبر شاشات التلفزيون من الجزائر ومن خارجها، رسالة واضحة أن الجزائر لا تتدخل في شؤون أحد، ولكنها لا تتخلى عن مبادئها. الجزائر لا تبحث عن صراعات، ولكنها لا تساوم في القضايا العادلة. الجزائر دولة مواقف وليست دولة حسابات ضيقة. من هذا الملعب، ملعب نيلسون مانديلا، نؤكد أن الرياضة يمكن أن تكون جسرا للأخوة، وأن التضامن قيمة إنسانية قبل أن يكون موقفا سياسيا. صحيح، موعدنا مع مباراة احتفالية مميزة بين نجوم لاعبي المنتخب الجزائري المكونين من نجوم الأمس الذين صنعوا أصلاح الكرة الجزائرية ومنتخب الصحراء الغربية. لا بأس جمهورنا الكريم. برافو لجمهورنا، برافو لهذا الأداء الراقي، برافو للاعبينا. نعم كنا ننتظر هدف في هذه المباراة، لكن التعادل هو أفضل شيء قد تنتهي به هذه المباراة. أجمل ما قد تراه في هذه المباراة هو هذا الجمهور، جمهور متيم بكرة القدم، جمهور حرفيا كان محروم من نعمة أن يتابع منتخب بلده على أرضية الملعب يلعب، أي ما كان الأداء وأي ما كانت النتيجة، لكن على الأقل منتخب بلدي يلعب يا أخي على الأرض، منتخب بلدي أبحث عن القناة الناقلة التي ستنقل مباراته من أجل أن أتابعها. شعور لا يوصف حرفيا. مدربنا اليوم كان حذر للغاية في التعامل مع المباراة، فضل العامل البدني، أنه أنت لديك قوة بدنية تدخل إلى المباراة، ما لديك ولديك مهارة فردية سأحتاجه في قادم المواعيد، لكن الآن لا. ولا تنتظر مني أبدا أن أنتقد لك الأداء، نعم كنت أنتظر أداء أفضل من هذا بعض الشيء، لكن أنا راضي بما هو موجود. يجب علينا يا جماعة أن لا ننسى ولا نهمل دور الجزائر. هذا البلد العظيم يا جماعة وفر لك ملعب لتلعب به، وفر لك أساطير لتلعب ضدهم، للجماهير لم ينساهم، ووفر لهم النقل ليصلوا للملعب لمشاهدة المباراة، وحتى ليس فقط الجماهير في الملعب بل خارج الملعب، وفر لنا قناة لنشاهد عليها ومعلق ليعلق على هذه المباراة. يا أخي ألف شكر للجزائر، نيابة عن كل الصحراويين أتحدث، ألف شكرا لهذا البلد العظيم. ليس جديد على الجزائر هذا النوع من المواقف، لكن لابد أن يذكر، لابد أن نسلط النقاط ونسلط الضوء على هذا النوع من النقاط لأنه مهم جدا. ختاما أتمنى صراحة أن أكون قد نجحت في تغطية هذه المباراة بأفضل ما يكون لكم كمشاهدين. وفي الختام لا تنسى المتابعة. كان معكم مدو أحمد، سلام. الصحراويون نوجه تحية خالصة للشعب الجزائري والجزائر عامة شعبا وحكومة، ويحيى عمي تبون. نحن طلبة جامعيين وجينا اليوم الجزائر العاصمة نحضر مقابلة ودية بين المنتخب الصحراوي. الهدف من المقابلة طبعا هو التعريف بالقضية الصحراوية وليصل صوت الشعب الصحراوي إلى أبعد حد وإلى كل العالم قاطبة، سواء كان من الجانب السياسي أو الإعلامي وغيرهم.
كما أننا نحن الصحراويون صامدون إلى أبعد حد ونكافح من أجل قضيتنا العادلة. وباسم جميع الصحراويين والجماهير الصحراوية نوجه أكبر تحية للشعب الجزائري وللجزائر عامة شعبا وحكومة، فهم بلد الأحرار ومكة الثوار. تحية الجزائر. تحية الصحراء، جمهورية صحراوية، تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في الدولة العظمى. تحية الصحراء، هانيا وتوتري في بالاشيري. تحية الصحراء، متشرفين في ملعب نيلسون مانديلا، وأكبر امتياز لنيلسون مانديلا هو أحد الأحرار في العنصرية. والتحية الصحراء والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. كما شفتوا خوتي، كان هذا هو الفيديو لنهار اليوم. ما تنساوش تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم وديروا لايك واشتراك للقناه اذا عجبكم الفيديو. طبعا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.